ميدو يحسم الجدل بشأن انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار النادي الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضحت تقارير صحفية تركية خلال الأيام الماضية أن نادي نانت الفرنسي رفض تفعيل بند شراء في عقد مصطفى محمد نجم الفريق، وذلك لعدم نجاح اللاعب في إثبات قدراته مع الفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى وجود أزمات من جانب اللاعب مع زملائه بالفريق، وهو الأمر الذي رفض النادي الفرنسي على إثره تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية من نادي جالاتا. وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي جالاتا لن يعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة. اللاعب يرغب في استكمال مسيرته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، ويرفض فكرة العودة إلى الدوري المصري من جديد في الوقت الحالي، ولن يعود إلى الأهلي أو الزمالك. وتابع: مصطفى محمد يمتلك عرضين من جانب أندية كبيرة في الدوري الفرنسي ترغب في ضمه من نادي جالاتا، لكن اللاعب لم يحزم موقفه من النادي الذي سينتقل إليه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة استمرار مصطفى محمد في تجربته الاحترافية ودعمه من أجل تقديم الأفضل، خاصة وأن هذا الأمر يعود على المنتخب الوطني. وتابع: اتركوا اللاعبين المصريين يواصلوا مسيرتهم في الخارج، لدينا 4 محترفين فقط في الدوريات ال5 الكبرى في أوروبا، وهم محمد صلاح والنني وعمر مرموش ومصطفى محمد. مش عايزين نرجع حد، بل يجب رفع عدد اللاعبين المحترفين.